عليكم ورحمة الله المشاهدين ديالي، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير وبصحة جيدة ان شاء الله بحول الله. كنتمنى تكونوا توحشتوني كما توحشتكم، وشكرا للاخوات ديالي كاملين اللي توحشوني وكيقولوا لي علاش ما بقيتيش كتحط الوصفات، توحشنا الوصفات ديالك. وكنعتذر الاخت اللي قالت لي على هاد الوصفه ديال الجرثومه المعده وتعطلت عليها شويه. على حسب المسكه الحره ما لقيتهاش اللي حره ومزيانه اللي كنتقدى منه شحال مره كنمشي عنده، راه لقاتني نيت عنده، وقال لي حتى نجيبها حيت اللي حره ومزيانه هي اللي مزيانه للدواء. المسكه الحره الاصيليه هي اللي مزيانه للدواء، راها ولات غاليه اكثر من زعفران شعره. المهم انا جيتكم ان شاء الله بحول الله من جديد، وكنتمنى نكون على حسن الظن ديالكم جميعا. واللي بغات شي حاجه ان شاء الله بحول الله غير تحطها لي في لي كومونتير ونطبقها لها، ما كاينش مشكل. المهم كنتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير وبصحه جيده ان شاء الله، وتكونوا دوزتوا هذا الصيف، هذه بدايه الصيف ان شاء الله بحول الله دوزوها كلها على خير وبخير، وتسافروا وتفاجئوا وترجعوا على خير ان شاء الله. المهم بسم الله على بركه الله. كما كتشوفوا معايا هاد الوصفه هذه اللي جبت هاد النهار خاصه بالصحه ديالنا، اللي الصحه ما عندهاش الصحه اللي جينا نشوفوا راه ما عندها ثمن. المهم عندي هنا هاد الوصفه خاصه بالناس اللي عندهم جرثومه المعده. جرثومه المعده اللي بزاف ديال الناس ولا مصابين اللي تصابوا بها، كي صغار كي كبار ما بقاش فرق. ما عرفتش علاش، شنو السبب، واش شي حاجه كناكلوها هي اللي دايره لنا هذا المشكل ولا الله اعلم. وليت كنلقى الاغلبيه بنات كبار صغار كلشي كيقول لك صافي حنا كنعانيو من جرثومه المعده. والله يسر جرثومه المعده الا ما داواتش راها كتحول للسرطان. والله يحفظنا ويحفظكم ويحفظ امه سيدنا محمد يا رب، هادشي اللي كنتمناو. المهم هاد الوصفه هذه خاصه بالجرثومه المعده، وصدقوني يا الاخوات ديالي انا اللي دازت عليا جرثومه المعده وجربتها، الدواء راه ما كيدير معاها والو. الدواء ديال الطبيب غير كيهدنها وهي راه كترجع. ولا قديتيها بالوصفه الطبيعيه ان شاء الله باذن الله ما ترجعش. عندي كما كتشوفوا معايا الوصفات، كما كتشوفوا معايا المشاهدين ديالي هنا عندي عرقسوس اللي راه مطحون. انا خديته مطحون ولكن يكون مطحون جديد ما يكونش قديم. الريحه ديال العرقسوس، الريحه ديالو بقى مجهده. ها هي فين خديتو انايا. هادشي هكذا كيعطيك 10 دراهم ديال هاد العرقسوس. وعندي هنا المسكه الحره اللي عاد هضرت لكم دابا عليها. المسكه الحره اللي باش تعرفيها اصيليه كديريها في فمك كتمضغيها كترجع لك بحال المسكه ما كتذوبش، ولكن الا طحنتيها في مونينيكس كتطحن كتولي بحال الغبره بحال البودره. هاد الوصفه هذه ديال الجرثومه المعده خصكم تطحنوها الاخوات ديالي. انا ما عنديش العسل الحر دابا باش نطحنها ونخلط كلشي. الوصفه قدامكم، غير ما كاينش شي مغربيه اللي ما تعرفش تصايب الوصفه طبيعيه. غتخلطي، قلنا في المثل تهزي واحد 6 ديال الحبات ديال المسكه الحره، ديريها في الطحانه طحنيها مزيان تترجع بحال الفورس، وكتهزي معلقه من عرقسوس، معلقه من قشور رمان. قشور الرمان حتى هما اللي معروفين فيهم فوائد كثيره وزوينين. انا فقت الرمان ماشي كنستافد غير من الرمان، كنستافد حتى من القشور ديالو اللي فيهم فوائد كثيره وزوينين للصحه ديالنا، للشعر ديالنا. مزيانين لتساقط الشعر، مزيانين انا دابا كنحط نعطيكم هاد الوصفه على حسب المعده، ولكن راهم زوينين حتى لتساقط الشعر. كتشدوا هاد القشور ديال الرمان كطحنوهم حتى هما كتهزوا منهم معلقه مع القصوص، معلقه من قشور الرمان. قلت لكم المسكه الحره ديك 6 الحبات حتى هما يطحنوا. ورابع مكون عرقسوس، مسكه، قشور الرمان هما 3. الرابع ديال المكون هي حبه البركه. حبه البركه المشاهدين ديالي كما كتشوفوا معايا ماشي هي السانوج، ها نتوما كتشوفوا معايا المشاهدين ديالي. حبه البركه
ماشي هي السانوج. حبه البركه راه دايره بحال العدس، بحال الحبه ديال العدس، ماشي هي السانوج. شحال من واحد كيمشي غلط. السانوج هو حبه البركه، السانوج ماشي هو حبه البركه. ها هي حبه البركه كيفاش دايره، واخا غاليه في الثمن. السانوج راه تجيبي غير 2 دراهم كيعطيها لك. حبه البركه ضروري من 10 دراهم الفوق عاد كتاخديها، ولكن شي حاجه زوينه وصحيه. كتشدي حتى هي معلقه كطحنيها، كديريها مع هاد الوصفه هادي. معلقه ديال الحبه السوداء، معلقه ديال قشور الرمان مطحونين، 6 الحبات ديال المسكه حره، معلقه ديال العرقسوس مطحون. كتشديهم الاخوات ديالي كديروهم في جبانيه، كتزيدوا عليهم العسل اللي خلط لكم العسل. ما غاديش نقول لكم معلقه د العسل، 2 معالق، عينكم ميزانكم. داكشي اللي غادي يخلط لكم هذا الخليط خويو فيه. ديروا 2 معالق، ديروا 3، خلطوه بالعسل اللي يكون حر. الا كان ديال السكر لا ما ديروه. انا تسالى ليا داكشي علاش ما درتش معكم هذا الخليط. انا ديجا راني استعملته، ولكن تسالى لي دابا العسل الحر وفيه فواحد الفوائد كثيره. وديجا دوزت معكم حتى الزريعه ديال الكرفس، حتى هي فيها فوائد كثيره. ولكن هاد الوصفه هذه عاوتاني راه الطوب. هذه من مده اسبوع كتبان لك النتيجه ديال الجرثومه د المعده، ما كتبقالكش باذن الله. الجرثومه د المعده ما كتخليلكش الشهيه، كتنوضي الصباح بحال كتبغي تردي، كدير لك الدوخه، كدير بزاف د الحوايج خايبين. المهم كتمشي للمختبر كديري التحاليل غير يقول لك راه عندك الجرثومه د المعده. واخا تاخدي التريتمون ديال الطبيب راه غتكمليه، راه غترجعي للوصفه الطبيعيه كما درت انا. راه خديت التريتمون ديال الطبيب ساليتو. شحال هادي باش كانت فيا انا، راه قديمه، راه اكثر من عام هذا باش كانت فيا انا، وحاربتها الحمد لله بالوصفه الطبيعيه. اللهم لك الحمد ما بقاتش فيا. كنتمنى ما تبقاش في الجميع، حيت راها كارثه هاد الجرثومه د المعده. كنتمنى الاخوات ما يتهاونوش عليها. راه كاينه اللي كتهاون وكتسها عليها حتى اللي عطا الله عطاه، حتى ما كتلقى ما تداوي فيها. راه خصك ضروري. انا راه درت الوصفه الطبيعيه ورجعت درت التحاليل لقيتها ما بقاتش عندي الحمد لله. ما بغيتش ندير التحاليل وانا درت غير التريتمون ديال الطبيب. عرفت راسي راه باقا عندي، انا عارفاها مازال. غير بالنسبه لديك الدوخه وداك المشكل اللي دايره ليا والشهيه اللي ما بقاتليش، عرف صافي لا باقا بلا ما نحتاج نصدع راسي. وبقيت نتبع الوصفه الطبيعيه حتى عرفت راسي صافي راني وليت بخير. مشيت درت التحاليل لقيت ما عنديش، ما بقاتش ليا الريحه ديالها. كنتمنى كاع اللي كيتفرجوا فيا وفيهم الجرثومه د المعده يديروا هاد الطريقه اللي قلت لكم، وان شاء الله بحول الله غتبراو منها ما تضرش بكم نهائيا. والله شافي الجميع. وكنتمنى هاد الوصفات الطبيعيه اللي كنحط لكم يعجبوكم، واللي خاصها شي حاجه يحطها لي في لي كومونتير، وعلاش لا نطبقها لكم باذن الله. وراه الوصفات الطبيعيه عندي بزاف، ما عرفتش علاش هاد المده اللي وقفت. والله الا كلشي كنسائل حتى مع راسي علاش ما بقيتش كنصايب الفيديوهات، ما فهمتش علاش، الله اعلم. الوقت كاينه الوصفات ديال الموجودين كنصايب وكندير راسي باش نسجل فيديو ونحط، ما فهمتش، ما عرفتش، الله اعلم. كنتمنى من الله سبحانه وتعالى هاد الفيديوهات اللي حطيت دابا يجيبوا لي واحد الطاقه. هاد الفيديو اللي صايبت هاد النهار يجيب لي واحد الطاقه جديده ان شاء الله، ايجابيه، ونعطيكم نتوما طاقه ايجابيه، وتكون عندكم الرغبه للوصفات الطبيعيه تصاوبوه من راسكم في الدار، وتنوضوا تهلاو في راسكم. والانسان راه ما عندوش شي حاجه من غير راسه. راه شي واخا نديروا اللي درنا، الشقه ما كيتسالاش، بزاف د الحوايج ما كيتسالاوش، ولكن الوقت لراسنا خصنا نعطيوه. الوقت لراسنا هو اهم من كل شيء، من كل شيء خصنا نعطيو مره نعطيو الوقت لراسنا. واخا غير مره في السيمانه، غير نهار في السيمانه، الا ما كناش كنعطيو الوقت 4 ايام في السيمانه، 5 ايام في السيمانه، نعطيو واخا غير نهار في السيمانه. وكنتمنى هذا الفيديو ان شاء الله بحول الله يعجبكم، وبارطاجيو وديروا جيم. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله.